السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من فنون أمين. صباح جديد، صباح كريم، صباح جميل على كل الأهلاوية. طبعا فوز النادي الأهلي امبارح على مودرن سبورت يقدم النادي الأهلي خطوة للمقدمة من جديد في ظهر بيراميدز. بيراميدز 24 نقطة، النادي الأهلي 23 نقطة. الكل يخدم الزمالك بتعادل المصري وخسارة سيراميكا، فيصبح الزمالك في المركز الثالث زي ما هو ب 20 نقطة، ثم يأتي سيراميكا والمصري ب 19 نقطة. سيراميكا والمصري يخدمون الزمالك في المكان ده، وعودة الزمالك في مكانه الطبيعي إلى المركز الثالث. النادي الاهلي عمل مباراه كبيره امبارح، عمل مباراه حلوه بصراحه، ادى شوط اول ولا اجمل من كده، مفيش احلى من كده بصراحه. ضغط على الملعب من كل الاتجاهات. كريم الدبيس عمل شوط جميل، حسين الشحات بدا يرجع لمستواه، جريدي شار بيطلع نار زي ما بيقولوا من اول 90 دقيقه. تاني مباراه على التوالي تقريبا مختصر مفيد اللي جريدي شار لعبه في المباراه. كان يعني باصات سهله، باصات بتفتح الملعب للعيبه اللي قدامه، عينيه حلوه بتشوف الملعب في كل الاتجاهات، وزي ما بيقولوا الصفقات الحلال اهي، الصفقات الحلال اهي. تاني حاجه طبعا كولر دربك الدنيا امبارح على كل الناس لما بيقولوا له الصفقات كده خلاص، دولاب صفقاتك خلص، قال لهم لسه فاضل الملك اللي هيجي على بقيه الشطرنج. كلمه كبيره جدا، كلمه هتعمل كعبله وتعب ومغص في بطون الزملكاويه خاصه، وهتعمل بهجه ان شاء الله ان تمت الصفقه، لان الصفقه كده بتستوي على نار هاديه لجماهير النادي الاهلي. هل انت كملت قطع شطرنجك اللي ناقصه عندك في الفريق؟ قال لهم فاضل القطعه بمثابه الملك. الملك ده يعني الكبير اللي هيبقى اكبر، يعني هتبقى صفقه كبيره جدا ان شاء الله في النادي الاهلي. بالتوفيق للكابتن محمود الخطيب اللي شغال في صمت، بالتوفيق لمجلس الاداره اللي ما بيتدخلش في اي شيء، بالتوفيق كل منظومه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، اللي فعلا بنسبه كبيره لبوا رغبات الجمهور النادي الاهلاوي في الصفقات، لبوا رغبات في الدفاع، في نص الملعب، في الهجوم، وفي الوينج. بالنسبه لصفقه بن شرقي كالعاده وما زالت لسه عامله صدى في جميع انحاء الكوره. لما اللعيب نزل امبارح في الاستاد الجمهور شجع له وسقفه، وان شاء الله الدعم كبير، ومستنيين من بن شرقي ان شاء الله، او من بن قلبي كلام كتير في الملعب، لان الفرق الفاصل بيننا وبين بن شرقي الملعب، مش وجوده من عدمه. الملعب هو اللي هيفرق، والملعب هو اللي لازم يعطي ويدي فيه ويجتهد فيه عشان الجمهور يكمل في دعمه والصد عنه اي مشاكل. وبمناسبه بن شرقي ما زال الصدى بيكمل في نادي الزمالك. المتحدث الرسمي نادي الزمالك طلع وقال ان صفقات الزمالك ان شاء الله هتعجب الجمهور، ان شاء الله صفقه بن شرقي صفقه كيديه، يعني النادي الاهلي بيكيد بها نادي الزمالك. يعني النادي الاهلي عايز تقنعني ان النادي الاهلي راح يدفع فلوس وملايين الدولارات عشان يجيب لاعب يكيد بيه النادي الزمالك اللي هو سايب الزمالك من 5 سنين تقريبا ان ما كانش اكتر. الاهلي عمره ما بيتعامل بمعامله الكيديه، لان لو عايز يكيد كان جاب زيزو من قلب الزمالك. كده 2 حارقين الزملكاويه، امام عاشور وبن شرقي. لكن بن شرقي صدمته كبيره جدا جدا جدا، مع انه والله يا جماعه هو ما عملش حاجه في الزمالك غير انه لعب 3 سنين. والراجل طلع امبارح قال لك انا بحب جمهور الزمالك وبشجع جمهور الزمالك، وفضل جمهور الزمالك بعد ربنا هيتنيه حبه في قلب، حبهم في قلبه للنهايه. كلمه واضحه وكلمه كبيره. يا ترى بس الناس اللي طلعت تولع الدنيا وتقول كيديه، بيقولوا ان في احمد متحدث الرسمي نادي الزمالك قال لك ان جماهير نادي الاهلي زعلت برضه لما عبد الله السعيد جه الزمالك. لا يا حبيبي، احنا ما زعلناش، عمرنا ما زعلنا على عبد الله السعيد، وعمر جماهير النادي الاهلي ما زعلت على لعيب ساب الاهلي عشان يروح فريق تاني. وبالدليل ان النادي الاهلي يا احمد يا سالم هو اللي عرض عبد الله السعيد في عزه للبيع. عبد الله السعيد جدد، وبعد ما جدد او مدد العقد بالاصح، وفي عز عبد الله السعيد الاهلي عرضه للبيع. كل ده عشان راح اتفاوض بس مع الزمالك وخد صوره، ما اتنقلش. كان في عز عبد الله السعيد، عبد الله السعيد راح اتحاد اهلي جده، وبعد كده قعد في بيراميدز، ولما خلص وشطب قال اروح الزمالك اخد ظهير جماهيري. عمر ما جماهير النادي الاهلي ولا النادي الاهلي بكى على لعيب مشي من عنده، لان اللي في نفس الوقت اللعيب هو الخسران مش الاهلي اللي خسران. مهما الاهلي يخسر بيعوض، ممكن يخسر نجم لكن بيكسب نجوم وبطولات. هو ده الفرق بين النادي الاهلي يا احمد يا سالم ونادي الزمالك، اللي حاسس ان كل حاجه وعامل زي العيل الصغير دي بتاعته ويقعد يعيط، دي بتاعتي دي بتاعتي ويقعد يعيط. للاسف هو ده اللي بيصدره اعلام الزمالك وقدامى الزمالك لجمهورهم، ان النادي الاهلي كان بيجيب صفقه بن شرقي
كتف الزمالك. لا يا حبيبي، الصفقه اللي كتف الزمالك واللي هتحرق الزمالك لسه بتخلص على نار هاديه، ما تستعجلش. تحيه كبيره لجمهور النادي الاهلي، الف مبروك للنادي الاهلي. المباريات اللي جايه مش هتستحمل النادي الاهلي يفقد نقطه، لازم نعوض تاني عشان دايما نبقى في ظهر بيراميدز. ان ما بيراميدز ما فقدش نقاط يبقى احنا في ظهره، عشان المباراه اللي في الدور الثاني في 8 المباريات اللي يبقى قويه جدا، لان في الدور الثاني غالبا هتبقى معاك هيبقى الاهلي، بيراميدز، سموحه، الاهلي، بيراميدز، الزمالك، سيراميكا، المصري. كده 5 فرق قواي، هيبقى فاضل 4 فرق بين الاربعه التانيين. هل هيبقى زد؟ هل هيبقى البنك الاهلي؟ هل هيبقى انبي مثلا؟ هل هيبقى المحله؟ هل هيبقى مين بالظبط؟ مين الاربع فرق اللي هيكملوا مع الخمسه التقال دول؟ المباريات مش هتبقى سهله، وفقد النقاط هيبقى مش مستحملينه ومش مستنيين فقد نقطه تانية بتوفيق النادي الاهلي، ومستنيين صفقه الملك اللي هتبقى في في تكمله الورقه الشطرنج لكولر. كل حبايبنا صباح الخير، صباح جميل عليكم، يجعل صباحكم كله خير وبسمه وفرحه ورزق كبير ورزق حلال. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ودعمي، اكون شاكر ليكم. كل حبايبنا الاهلاويه واللي في مصر كلهم واللي خارج مصر اصدقائنا، السلام عليكم.